السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده جايه لكم فيديو جديد وروتين جديد. قبل ما نبدا الفيديو مع بعض نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ولسه ما اشتركش في القناه انزلوا تحت اشتركوا في القناه وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد بينزل. طبعا قبل ما نبدا الفيديو كده اللايك بتاعكم الجميل على الفيديو عشان ما تنسوش، وعايزاكم تكتبوا لي تعليقات حلوه كده زي التعليقات اللي انتوا بتكتبوها لي على طول. فطبعا عايزه اقول لكم انا فرحانه جدا جدا ان انا عندي ناس محترمة وطبعا متابعيني بيزيدوا يوم بعد يوم. فعايزة يعني أشكركم، سواء انتوا من داخل مصر أو من خارج مصر، كلكم على راسي من فوق. وكل الناس اللي بتشوف الفيديو ده طبعا شرف لي اللي انت دخلتي عندي على القناة. طبعا بقى يا حبايب قلبي انا صحيت كده الصبح بدري، قمت ونزلت روزي الحضانه وجيت. كان عندي شويه مواعين كده بتوع العشاء من بالليل ما غسلتهمش بصراحه، كسلت عنهم، كنت تعبانه جدا. وكان كان عندي دور برد شديد ولسه عندي مازال يعني، بس كان في بدايته يعني، فكنت تعبانه جدا مش قادره ان انا اعمل حاجه. بس كنت منظفه الشقه وكل حاجه وما كانش فاضل بس الا ايه، ما فاضلش الا شويه المواعين بس اللي كانوا يتغسلوا. فقلت خلاص بقى يعني مش هيطيروا، اسيبهم من الصبح. الفتره اللي انا بروح اودي فيها روزي وباجي انا بصحى ما بعرفش انام تاني غير كل فين وفين بقى، يعني لو فكرت ان انا انام شويه في نص النهار فقلت ايه الوقت ده يعني بكون لسه صاحيه وكده ويدوبك بوديها واجي. ف يعني في بدايه اليوم كده بيبقى عندي ايه طاقه اللي انا اقدر اعمل حاجه، غير عكس بالليل بكون فصلت خلاص من الاولاد بقى ومن العمايل بتاعه البيت واكل وشرب والكلام ده كله، فبكون خلاص بقى مش قادره ان انا اغسل المواعين بصراحه. فقلت خلاص اغسلها. وبصراحه شجعتني المواعين اللي انا اصور لكم الروتين ده واللي انا اعمل التنظيفات اللي انا هعملها دي. فعايزاكم بقى تتابعوا الفيديو لغايه اخره وتشاهدوا الاعلانات. واللايك اللايك اللايك، حطوا اللايك عشان خاطر يوصل لاكبر عدد من اللايكات وناس كتير تستفيد من الفيديو، وان شاء الله الفيديو يعجبكم ويعني يشجعكم كده اللي انتوا تخلصوا اي حاجه وراكم ويا رب يكون في حاجه مفيده كده تستفادوا منها. طبعا انا قلت هغسل بقى المواعين كده واشطب الحوض وافضيه، ده اول حاجه بصوا يعني لازم تتعمل قبل ما تبدأي اي حاجة او اي حاجة في البيت عامة. لو عندك مواعين في الحوض ابدأي بيها الاول واعمليها عشان تحسي كده بطاقة ايجابية. لو انت مثلا هتعملي الشقة ما فيش حاجه في المطبخ خالص تتعمل غير المواعين، وهتعملي الشقه وتبداي بيها وسايبه المواعين، انت اصلا وانت بتعملي كده هتبقي دماغك شغاله اللي فيه مواعين لسه وراكي، فهتحسي اللي فيه هم تاني وراكي. وبجد المواعين من اكتر الحاجات اللي بتتعب اي ست، بتتعب نفسيتها يعني. اكيد طبعا انا كلامي صح. فطبعا كلنا زي بعضنا يعني كستات ما بنحبش اللي احنا ايه طول ما المطبخ فيه مواعين يبقى المطبخ كله مكركب حتى لو هو نظيف. فقلت هبدأ بيها الاول وانضفها كده واغسلها كويس وادعك كده صبين الحوض. وطبعا هعمل معاكم كذا حاجة هتشوفوها دلوقتي. من اخر مرة انا عملت رتبت الدواليب بتاعه المطبخ من جوه وخلاص بقى. قلت بقى ايه هعمل بقى بقيه الحاجه اللي عايزه تتعمل، وكل يوم اقول هعمل ومش عارفه يعني. طبعا الحاجات التانية اللي انا بعملها بقى الاكل والشرب والغسيل والكلام ده كله ده بيضيع وقتي يعني، بيضيع اليوم اصلا، وما بعملش بقى الحاجات الاساسيه اللي المفروض ان انا هعملها او اكملها. تمام. فقلت بقى ايه خلاص اعملها واصور لكم الفيديو ده. بس فقلت بقى ايه اخلص كده الحاجة اللي في الحوض عشان خاطر ان انا لما اجي استخدم الحوض يبقى كده الحوض فاضي واعرف ان انا ايه اغسل يعني الفوطة براحتي لما اجي الم حاجة كده يعني.
هنا بقى مسكت المواعين كده الالومنيا بقى بغسلها كويس، غسلتها اول مره بالسلكه اللي انا كنت غسلت بيها بقيه المواعين، وبعد كده طلعت سلكه تانية. قلت بقى هلمعهم بيها يعني تلميعه كويسه كده محترمه، عشان بصراحه انا بقالي فتره يعني بندور كده على انا وجوزي يعني بنسال على على الصابونه اللي هي بتاعه المواعين دي، جميله جدا بتلمع ويعني والصابونه بتاعه المواعين دي على فكره يا جماعه حلوه جدا للبقع بتاعه الهدوم، ويعني لو بقعه صعبه بتطلعها حلوه جدا. يعني جربوها اللي انتوا تبشروها كده وحطوها في قلب الغساله وهي بتغسل، او يا اما اللي انتوا يعني الحته مثلا البقعه اللي مش نظيفه اعملوها كده اغسلوها بيها، وحلوه جدا يعني بصراحه. وكمان بتلمع المواعين يعني حلوه قوي، بتلمعها كويس. فبصراحه انا بقالي فتره كبيره بسال عليها مش موجوده، معرفش الشركه بطلت تصنعها ولا ايه. فيعني بقالي فتره بقى بلمع كده، يعني خلاص اتعودت ان انا بلمع بايدي. بصراحه متعبه شويه اللي انت تفضلي بقى تدعكي عشان إن في الاخر تديكي النتيجه اللي انت شايفاها دي، اللي هي تبقى الحاجه كده بتلمع في ايدك. بس انا يعني خلاص اتعودنا على كده، ولازم الألمونيا دي بالذات تلمع كده والحاجة تبقى بتبرق. اهو جبت السلكة التانية اهي، وهدعكها بقى مرة تانية. الحاجات اللي هو بس الحلة والصينية بس، يعني ما كانش فيه حاجات ألمونيا كتير، يعني اللي هم دول بس. وانا اصلا يعني متعوده ان انا وانا بعمل الاكل لما بيطلع طبق او معلقه او حاجه، يعني بغسل اول باول المواعين. فطبعا الحاجات دي مثلا بتبقى بعد ما اكلنا خلاص مكان الاكل، مكان ما عملت يعني مطرح الاكل مثلا في الحله دي، عملت حاجه في الصينيه من مطرح الصينيه كده يعني. فبقوم دول اللي بيتكونوا في الاخر وبيتراكموا عليا اللي انا اغسلهم. انما اللي انت تكوبي بقى من البدايه خالص، من اول ما تبتدي تقفي تعملي اكل وبتستخدمي كذا طبق مثلا او مصفى، او بتستخدمي اي حاجه وتركنيهم كلهم في المواعين في الحوض، فمن الطبيعي ان المواعين تبقى كتيره يعني. فالمواعين اللي انتوا شايفينها المتكومه دي هناك، دي بقى اللي انا كنت غسلاها اثناء ما انا كنت بعمل الاكل، تمام. اللي هو المصفى والبولات اللي هي البلاستيك اللي هناك دي، شويه حاجات كده فكنت غسلاها. فطبعا انا سايباهم يتصفوا، قلت بقى احط دول عليهم بالمره يتصفوا كلهم وارصهم. جيت هنا بقى قلت اغسل بقى البوتاجاز كده، صبنه تصبينه كويسه. هو الفرن من جوه نظيف، بس انا قلت من بره كده تصبينه كويسه. انا كنت منضفاه من قبليها، بس بصراحه ما كنتش غاسله العيون، يعني انا كنت غاسله بس الحوامل وغاسله البوتاجاز ومن فوق زي كالعاده، يعني يومين انا بغسله على طول. بس طبعا جيت عملت بقى فنكوش للعيال وفشار، دلعتهم يعني انبسطوا، فبألف هنا وشفا. ربنا يفرحهم دايما، حبيت كده افرحهم. وبعد كده يعني انا كنت لسه منضفه البوتاجاز، اتبهدل بقى تاني من مطرح طرطشه الزيت وكده، فقلت بقى اصبنه بالمره وانضفه. هنا خلاص صبنته، وكنت بلمع كده زي ما انتم شايفين البوتاجاز كده والازاز وكله بقى، واللي هو الاقرة بتاعت العيون دي، وبلمع بقى كله كده كله. هنا بقى هغسل البوتاجاز من فوق برضو الازاز من الظهر كده، ادعكه كويس عشان برضو يعني اي دهون ولا حاجة، مع اني انا على طول برضو ايديا فيه، فما فيش الكلام ده، يعني ما فيش دهون ولا الكلام ده، بس برضو زيادة نظافة. جيت هنا بقى قلت اشيل بقى البتاعة دي اللي بتتحط على البوتاجاز دي، قلت اشيلها اغسلها عشان اعرف برضو اصبن براحتي كده وش البوتاجاز وادعكه كويس. برضو نضفته من الجوانب وكده، بس انا بختصر معاكم. وزي ما انتم شايفين انا قعدت كده عشان خاطر ادعك من تحت كويس. وهنا كنت بلمعه خلاص بقى، وبلمع الاوكر بقى كلها كده خلاص بقى زي الفل اهو لمع. لازم كل حاجة تتعمل كده نمسكها واحدة واحدة كده عشان تبقى الدنيا نظيفة معانا.
جيت بقى هنا هغسل بقى الحوامل بتاع العيون بتاعه البوتاجاز. انا خلاص غسلت الحوامل زي ما انتم شفتوا بعد ما غسلت المواعين، وهنا بقى هغسل العيون، هدعكها كده كلها كويس. طبعا في بيبقى ساعات العيون بيبقى متراكم عليها مطرح مثلا حاجه فارت وقعت عليها، اللبن مثلا، يعني مثلا ايه، الاكل مطرح الزيوت والكلام ده كله، فطبعا بيبقى عليها الدهون بتبقى مسوده كده شويه. فتنضفيها بقى ازاي؟ طبعا هي المفروض تبقى ايديكي فيها اول باول عشان ما تتعبكيش، بس ولكن لو هي كده ممكن تغليها في ميه في حله، يعني تسخني ميه كده في حله وتغليها في ميه على النار، او يا اما تجيبي ميه من الكاتل بتاعك وتحطيها في بوله وتنزليهم هما في البوله دي، في بوله فيها ميه سخنه كده، وتسيبيهم شويه وتبتدي بعد كده تدعكيهم بقى بالبريل. وممكن تستخدمي فيه منظف كده لتلميع يعني الحاجات اللي استانلس وكده، وممكن ترشي عليها باور، الباور برضو بيطلعها وبينضفها. بس انا طبعا هي عشان انا على طول بغسلها فما كانش مستاهله يعني ان انا ارش عليها حاجه او كده، كانت بتنضف معايا بسهوله يعني. بس هنا بقى كنت خلصتهم اهو، نضفتهم، وبعد كل حاجه بعملها بخلي الدنيا كده نضيفه حواليا عشان اللي انا اعمله هنا ما بهدلهوش. هنا جبت بقى المسكات دي، برضو مش بستخدمها قوي يعني، ان حطاها كده بس منظر مش اكتر. هنا كنت بلم بقى كل اللي انا غسلته، حطيت فرشت كده قطعه قماش زي ما انتم شايفين اهو. هناك حطيت الفوطه كده وابتديت بقى ارص عليها الحوابل وحاجات البوتاجاز يتصفوا بقى براحتهم، وبعد كده هبحطهم بقى في الاخر. هنا بقى جيت طلعت هشيل بقى الشفاط، هفكه. اول حاجه بقى هبدا بيها الشفاط اللي انا انا خلاص نضفت البوتاجاز وقلت اطلع بقى قفلت طبعا البوتاجاز عشان ما يتبهدلش تاني. هنا بقى قلت اطلع انضف مكان الشفاط، وطبعا فكيت الشفاط حطيته في الحوض، وقلت بقى مع بال ما هنضف الاول فوق وبعد كده انزل عشان ما بقاش متشعلقه يعني، فابدا بالصعب الاول والسهل اللي قريب من ايدي مش مشكله. فجيت هنا زي ما انتم شايفين اهو، دعكت كل الحيطه السيراميك اللي حوالين الشفاط عشان برضو من مطرح الدهون والتهويه والشفط وكل الكلام ده ساعات بيبقى عليه طرطشه كده. فنضفت بقى كله، والشباك وكله نضفت كله، لمعته كله، كل حاجه بقت زي الفل. طبعا نصيحه اللي انتوا ما تدلقوش ميه في قلب الشفاط. انا كان سهل ان انا اعمل كده، بس طبعا الشفاط ده طبعا بيشتغل بالكهرباء، ففي جهاز صغير كده على جنب عامل يعني معمول كده بعلبه كده، تمام. فطبعا لما بتدلقي ميه الجهاز ده اللي بيشغل اصلا الشفاط بيبوظ، لو دخله ميه هيبوظ، ده الطبيعي. ده كان عن تجربة يعني عند والدتي برضو، يعني هم غسلوه بالمية وكده، فطبعا باظ يعني، او يعني باظ ما اشتغلش تاني. فده طبعا بسبب ان المية دخلت فيه. هو الحاجات اللي المفروض بتتغسل بالمية اللي هو الوش والمروحة والغطا بتاع الشفاط اللي من بره، بس الحاجات دي اللي انا هغسلها دلوقتي معاكم. انما الجزء اللي هو متثبت في قلب الحيطه ده ما يتغسلش، ده عادي تغسليه بالسلكه وتبتدي تلمعيه بفوطه، تمام، فوطه عادي مبلوله عادي. انما ميه بقى تدلقي دلق وكده لا، ما ينفعش. جيت هنا بقى غسلت بغسل بقى الوش كويس، بدعك كده كويس. طبعا هو لو كان متراكم عليه دهون شديده عن كده كنت هضطر ان انا يعني ارش عليه الباور واسيبه 10 دقايق كده وابتدي اغسله عشان طبعا يسهل معايا ويسيح الدهون ويسهل معايا في الغسيل. بس هو كان نظيف يعني، ما كانش محتاج يعني ان انا احط عليه باور. الباور برضو بيبوظ الحاجه، كتره على فكره يا جماعه بيبوظ الحاجه، فما تستسهليش وان انت ترشي باور وتغسلي، لا. هو طالما مش محتاج اللي هو او الدهون هتطلع معاكي بسرعه وعليه دهون بسيطه، اغسلي على طول بالسلكه والبريل. انما لو هو الدهون كتير عليه لا، ارش عليه الباور بس ما تسيبهوش كتير، لان هو منظف قوي جدا فبياكل في الحاجه وبيبوظها، تمام. بس زي ما انتم شايفين بقى، بصوا المروحه عامله ازاي يا جماعه، انا بوريكم بس منظرها عامل ازاي، مش عجباني خالص، بقول لكم مش نظيفه.
لا كان لازم بقى يتعمل، يعني بصراحة كان لازم يتعمل. زي ما انتم شايفين كده بمسك حتة حتة، صراحة هو بيتعب في الغسيل. تخيلوا بقى لو هو بقى كله مليان الدهون رهيبة، يعني انا بشوف عند ناس بتسيبه، يعني بتسيبه كتير قوي، يعني ممكن تسيبه من العيد للعيد في التنظيفات. طب ليه يا جماعة؟ الحاجات دي مينفعش تتساب كده، لازم يعني ايه، في حاجات اساسية كده لازم كل فترة تعمليها. على فكرة ده كده بتسهلي على نفسك حاجات كتير وبتبسطيها على نفسك. ما هي الحاجة دي وراكي وراكي، عملتيها بعد سنة هتعمليها، عملتيها بعد سنتين برضو انت اللي هتعمليها، محدش تاني هيعملها. عملتيها بعد شهر برضو انت اللي هتعمليها. فكل ده بيبقى عليكي، فعشان تبسطي الدنيا على نفسك وما تتعبيش وتبذلي مجهود كبير. يعني هو مش الحاجة ما بتبقاش مستاهلة المجهود ده كله. لو احنا مثلا يعني ايه خففنا على نفسنا وابتدينا اللي احنا نعملها من فترة للتانية وايدينا تبقى فيها كده، هتبقى زي الفل وهتبقى نظيفة. هنا بقى كنت بدعك كده. هو بصراحة اكتر جزء في الشفاط بيغلبني هو الجزء اللي هو اللي من بره ده، الخارجي، اللي هو الوش بتاعه. هو ده اكتر حاجة بيبقى فيه تفاصيل كده صغيرة لازم اللي انا ايه افضل ادعك فيها، فبيغلبني بصراحة. جيت هنا بقى خلاص الدنيا لمعت ونطفت اهي زي ما انتم شايفين. ركبته كده ولمعته برضو، يعني نشفته كده بالفوطة، لان هو برضو كنت حاطاه هو مبلول، واي حاجة قدامي كده كنت بلمعها زي ما انتم شايفين. هنا كنت بدعك بقى بالسلكة الحتة الجزء ده بتاع الشباك، ولمعته والدنيا تمام. الجزء اللي في الوش ده كله نضف. وجيت هنا بقى قلت ايه هنضف فوق دولاب المطبخ. طبعا الطريقه الحلوه اللي انا يعني بحب اعملها، اللي انا زي ما انتم شايفين كده بحط قطعه قماش من فوق دولاب المطبخ او من فوق النيش، من فوق دولاب اوضه النوم، اوضه الاطفال، اي حاجه بعيده يعني. حطي عليها قطعه قماش او مشمع. بس انا جربت المشمع بصراحه بيتكرمش كده وبيتلم بسرعه لما بتحطي عليه حاجه وبيتقطع. يعني بصراحه قطعه القماش بتبقى احسن، اللي انت بتفرشيها ولما تكوني عايزه تنضفي يا دوبك بتشيليها تغسليها وتحطيها تاني. حتى لو هتحطيها يعني تجففيها كده تنشفيها وتحطيها تمام. دي بتبقى سهله معاكي جدا. وكمان انا طلعت لقيت الدولاب فوق زي الفل، دوبك الحته كمان ما كانتش متوسخه ولا حاجه، هي عليها شويه تراب صغيرين من فتحه الشباك لما بهوي المطبخ، ولميتها كده على طول اتغسلت وحطيتها زي ما هي بعد ما جففتها ونشفتها في الغساله. حطيتها ورحت رجعت الشوايه تاني مكانها. وانا الشوايه زي ما انتم شايفين كده مكيساها برضو، لمعتها عشان خاطر ايه لو عليها تراب ولا حاجه. وكل حاجه بقت زي الفل اهو، لمعت الدنيا كلها. وهنا ركبت الستاره، هي ركبت واحده تانية، والدنيا بصوا كلها بقت بتلمع كده ونظيفه، راحه نفسيه رهيبه. وركبت الشفط زي ما انتم شايفين اهو. وهنا شويه المواعين دول اسيبهم بقى لغايه اما ايه صفوا خالص، وابتدي ادخلهم بقى في دولاب المطبخ زي ما انتم شايفين اهو. بوريكم ان انا رجعت كل حاجه مكانها. والفرش انا كنت عايزه اوريه لكم بس ما كنت بصور من تحت فمش طايله. وهنا برضو الحاجات دي كلها نظفتها ولمعت الرخامات. وخلاص الفيديو خلص على كده. يا رب اشوف وشكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامه. ما تنسيش بقى تحط اللايك بتاعك وتكتبي الكومنت الجميل. سلام.